بسم الله. النهارده مكملين في وصفاتنا. النهارده هنعمل وصفة جديدة للدايت. زي ما انتوا شايفين كده معانا شوفان، هنا الناعم شوية، ودوت الحبة الكاملة اللي هو الخشن. هنعمل وصفتين بالناعم وبالخشن. دي الزبادي دايت ودي نص دسم. ومعانا هنا عين جمل، والمكسرات اللي انت حابه تحطيها ممكن. وهنا معانا اناناس، وممكن بردك تحطي الفواكه اللي انت تحبيها. وهنا معانا قرفه. هي الوجبه الغذائيه بتاعتها حلوه، وهتتعمل سريعه وسهله للفطار. ممكن تحضريها، هتقعد معاكي لمده 3 ايام. هنا كوبايه الزبادي الكبيره، حطينا معاها الشوفان اللي هو الناعم، وحطينا معلقه القرفه، معلقه صغيره، وهنكسر عليها عين الجمل. هي سهلة قوي. في ناس بتحط عليها عسل، بس انا عايزة اقلل من السكريات، فانا هعملها عادي. واللي ما بيحبش ياكلها مسخة هيحط مكانها عسل، او يحط مكانها سكر دايت. انا هقلبهم كده كويس في بعض. الطريقة ديت بتقعد معاكي من يوم ل3 ايام في التلاجة. بتحفظيها في علبة او برطمان، ووجبة مشبعة لمدة 3 ساعات. حلوة قوي ومجرباها وطعمها حلو. وهنا هنبتدي بالشوفان الخشن مع الزبادي الدايت، وبرضك هنحط معلقة قرفة صغيرة، وبرضك هنحط مكسرات. حابة تحطي بقى الفواكه اللي هي الدايت، عبارة عن التوت والكريز والأناناس، التفاح، الحاجات دي كلها تنفع للدايت. والشمام حلو قوي برضك، والكنتالوب. احنا دلوقتي بنقلب بنقلبها مع بعضيها زي ما انتوا شايفين كده اهوت. كده احنا عملنا وجبتين. وهنبتدي بقى نقطع معانا الاناناس. دي علبة اناناس صغيرة، بيبقى فيها من 4 ل5 شرايح. وهنقطعهم كده، اللي هنحطهم كل واحدة هتاخد زي شريحتين. زي ما بقول لكم، حابين تحطوا الفاكهة اللي بتحبوها حطوها. بس انا النهاردة عاملاها بالاناناس، عشان الاناناس بردك حلو وبينفع للدايت اكتر يعني. هو التوت والكريز والتفاح، 3 فاكهات دول حلوين قوي 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 للدايت. كده خلاص جهزت معانا. كده البرطمانات اللي احنا هنشيل فيها او علبة، يعني هي مش هتاخد معاكي وقت، يعني تعمليهم وتحطيهم في التلاجة. والاجانب برضك بيعملوها كده، يحطوها في التلاجة ويطلعوا كل يوم منها فطار. من 2 ل3 ايام بس. ولو حابة تعمليها طازة احسن، يعني انا ساعات بعملها طازة بطازة، بس انا عشان اصور لكم الفيديو بوريكم اللي بتشتغل واللي مش فاضية، وممكن تعملهم باليومين والتلاتة. كده احنا عملنا اللي هو الزبايد الدايت والنص دسم، والطريقة سهلة وخفيفة، وب3 مكونات او 4. عملنا حاجة للفطار وللعشاء مشبعة، وللدايت حاجة حلوة قوي وسريعة، ومش هتاخد معانا وقت. وانتي بتحضري الاكل كده هتحضريهم، مش هتاخد معاكي وقت خالص. وكده الوصفة معانا خلصناها زي ما انتوا شايفين. وهنقفل عليها، وهنبتدي بقى نحفظهم في التلاجة، وتبقى وجبة كويسة معانا وسريعة. وزي ما انتوا شايفين كده اهوت، يعني حاجة سهلة ما خدتش معانا وقت. وياريت الفيديو يعجبكم ويفيدكم، وبألف هنا.